مبروك الصدارة، صدارة الدوري وصدارة الهدافين. مبروك الفوز الكبير 4-2 في ثالث مباراة لعماد النحاس مع الأهلي. من فضل الله بنحقق الفوز الثالث على التوالي، مرة 3 ومرة 4 ومرة 5. ياه، كان فين الكلام ده يا كولر؟ عرفتنا يعني ايه جول وننام عليه. مبروك للأهلي، هزمنا المصري في برج العرب 4-2، وهزمنا أحمد الغندور والفيديو اللي حرمونا من خماسية جديدة نفرح بيها. النتيجة الصحيحة للمباراة 5-2 للنادي الأهلي، لأن الحكم أحمد الغندور وفيديو مصطفى الشهدي وأبو الرجال ألغوا هدفا صحيحا 100% لوسام. هشرح لكم الكارثة اللي عملوها كان شكلها إيه. كده من فضل الله الأهلي متصدر الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز. بيراميدز عنده مباراة غدا في نفس المرحلة مع البنك الأهلي. أي نتيجة غير فوز بيراميدز الأهلي يحتفظ بالصدارة إن شاء الله. كمان إمام عاشور سجل الأول والرابع النهاردة، جاب جونين ما شاء الله ما شاء الله، الرابع من ضربة جزاء، وانفرد بصدارة الهدافين برصيد 11 هدف. محمد طاهر ووسام أبو علي هم اللي جابوا الجون الثاني والثالث. جونين للنادي الأهلي من كرتين عرضيتين داخل منطقة الجزاء، الاثنين من داخل منطقة الجزاء، يعني اللي بيرفع في المرة الأولى من داخل منطقة الجزاء واللي في المرة الثانية من داخل منطقة الجزاء، وهدفين من كرتين ثابتتين، فاول وضربة جزاء. لكن الأهلي للأسف أنهى المباراة آخر ربع ساعة بشكل بطيء للغاية، تقريبا لعبنا على الواقف 100%. والحمد لله ان احنا عدينا من الفخ بتاع الحكم احمد الغندور. النهارده فاول بشع لامام عاشور امام منطقه جزاء المصري في الشوط الاول، لدرجه ان المدافع خد الفانيلا في ايده، طلع فانيله امام عاشور، طلعها، ظهره كله بقى عريان وما اتحسبش الفاول. اللاعب الاجنبي دوكو ضرب مروان عطيه بدون كره قاصد في الساق بتاعه، طاخ، طرد مباشر، انذار بس. وفين الفيديو يشتغل ضد الاهلي، ما يشتغلش اي حاجة فيها حاجة لصالح النادي الاهلي. انما لما يبقى امام عاشور يمثل، لا، نوقف اللعبة ونديله انذار تمثيل ونديله على دماغه. طب انت عمرك يا احمد يا غندور ما عطيت انذار تمثيل لاي لاعب من الزمالك؟ وفي كل ماتشات الزمالك الغطس غير طبيعي، 40 ثانية يدخل فينا جول. سبحان الله سبحان الله، لولا القائم. انت عارف الكرة القائم هو اللي صدها، هو اللي ردها، مش احنا اللي رديناها. واللاعب صلاح محسن حطها براسه وجت في القائم. الحمد لله عدت. انما لازم نستفيد، لازم نعرف ان الدفاع بتاعنا في مشاكل كبيرة خصوصا في ألعاب الهواء. هدف وسام أبو علي ضربة جزاء، ضربة رأس رائعة بمعنى رائعة، لكن للأسف حكم اسمه أحمد الغندور وفيديو مصطفى الشهدي وأبو الرجال. محدش بيعرف القانون ومحدش بيعرف العدالة. اللعبة اللي اتحسبت تسلل كانت قبل الهدف بحوالي 30 ثانية. وطبعا كلكم عارفين ان لما الاهلي بيجيب جول، الجول بيتراجع قبلها بيوم، يشوفوا مين نزل من بيته ومين كان سايق بدون رخصة ومين ركن غلط. محمود حمادة مدافع المصري لعب الكرة بمنتهى الارتياح، كرة عالية، كرة في متناول الاثنين. محمود حمادة سبق وسام أبو علي ولعب الكرة مرتاح 100%، من غير أي مخالفة من وسام، من غير أي خطر من وسام ما لمسوش على الإطلاق، ولا كان بيهدده ولا فيها لعبة خطر. مدافع لعب الكرة بمنتهى الراحة، راحت لمهاجم الأهلي أشرف بن شرقي اللي كان موجود في موقف تسلل. هنا لا يعاقب لأن الكرة جاية من مدافع لعب الكرة بإرادته برغبته، لعبها غلط، مش هو يشيل الغلط، مش احنا اللي نشيل الغلط. عموما بعد ما لاعب المصري لعب الكرة، رجع الفيديو للحكم وقال له تعالى اتفرج على لعبة قديمة، شوف إذا كان وسام أبو علي متداخل ولا مش متداخل. فين التداخل؟ لاعب المصري لعب الكرة بمنتهى الراحة،
وسام ابو علي ما اثرش عليه على الاطلاق، على الاطلاق. لعب الكرة بوش رجله منتهى السهولة. هدف صحيح 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا عم الاهلي بقى فيه ايه؟ ايه يا لعيبة فيه ايه؟ هو انت كان لازم كولر يمشي عشان تفوقوا؟ عشان تطلعوا كل ما عندكم يعني؟ امال ايه اللي كان حاصل ايام ما كان كولر موجود؟ يعني هل اللعيبة دي هي اللعيبة اللي كانت من 3 ماتشات اللي هو من ايام سان داونز؟ يعني عايزين نعرف بجد، يعني اللعيبه دي في يوم وليله اتغيرت ولا النفسيات بقت في السماء؟ خلي بالك يعني احنا مع كل الاحترام للراجل اللي واقف على الخط ان مفيش اضافه، بدليل ان النهارده هو غلط غلطه كبيره جدا وكانت ممكن تكلفه لو فرقه المصري في حالتها. كان موضوع رامي ربيعه الماتش اللي فات انت خارج مصاب، فمصمم تلعبه ليه؟ انت اتفائلت ولا ايه؟ فبتلعبه النهارده ويخرج بعد الهدف في الدقيقه 8 ولا 9 خارج مصاب. طب ما انت خسرته كده الفتره اللي جايه، ما انت خسرته مع العش لعب وكان شكله حلو قوي ونزل وعمل مباراه كبيره وما فيش حد هاجم اصلا من المصري تاني. هو اول 6 دقايق بس مباراه المصري عملها واحده في القائم وواحده بالعرض وواحده جول، وبعد كده ما شفناش المصري تاني. فرقه بصراحه هي خسرت علي ماهر. يا جماهير المصري اللي كنتوا بتهاجموا علي ماهر، انتوا خسرتوا مدرب محترم اسمه علي ماهر. حتى لما كان بيخسر ما كانش بيبقى بالشكل السيء ده. وله كل الاحترام وكل التقدير ان البيان بتاع التظلمات كأن في انتقاد، ان هم لا يعني ايه، في تقصير في الربط او الغلط عند الربط. انت مش عاوز تاخد قرارك انت حر، عاوز تاخد قرارك برضه انت حر. لكن هو اعتبر ان ايه، احنا هنستدعي طه عزت مدير اداره المسابقات لان هم ما قدمولناش الحيثيات. ايه الحيثيات؟ ماشي، الحيثيات هو الماده 63 ما فيش حاجه اكتر من كده. وانا قلت لك هنا انفراد. الرابطه اتعاملت مع الظروف الطارئه، ماشي. انت بقى بتتعامل مع ايه؟ كل واحد يطلع لك ويعمل لك ايه القوه القاهره هنا. يا ابني ما جنبها الظروف الطارئه، يا ركز معايا، في الظروف الطارئه كمان. ما تبقاش حاطط ضميرك على جنب قبل ما تتكلم وانت على الهوا. او الظروف الطارئه. طب ايه العدل؟ العدل لعب مباراه القمه. ليه؟ لان احمد دياب شهد بان الاهلي طلب حكام اجانب، ولان احمد دياب او رابطه الانديه اكدوا على ان هم هاني ابو ريده قال لهم حاضر هجيب حكام اجانب، ماشي. والاهلي لم يتم ابلاغه بحكام مصريين. اذا كان بقى في موائمات سياسيه والناس مش قادره تطلع القرار بلعب مباراه القمه يوم 20 مايو كما دارت المشاورات والاتصالات والحكايات والروايات، ماشي، يبقى دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه من يدير على راي اشرف صبحي، مش مسؤوليه النادي الاهلي. الاهلي ليه يدفع فاتوره مش بتاعته؟ الاهلي ليه يدفع فاتوره مش بتاعته؟ الاهلي اصلا ليه يعتبر مهزوم؟ اما كل الناس بتقوله والرابطه المنظمه للبطوله بتقول لك ان الاهلي طلب حكام اجانب، واحنا بقى طلبنا وقلنا لهاني وهاني قال مش محتاجه بقى ورقه بوسطه وتروح الست شوكار تجيبها وما ترجعش 3 4 سنين.